رئيس الوزراء الإسباني السابق كيضحك على الفرنسيين وكيقول لهم المنتخب ديالكم خصو يتسمى منتخب إفريقي. يعني قالها بطريقة أخرى، يقول بأن المنتخب ديالكم راه زوين وناضي وكيلعب مزيان، ولكن ما فيش الفرنسيين. يعني يشير بأنه مكون من الأفارقة، مبابي، ديمبيلي، ومجموعة من اللاعبين من أصول إفريقية. وهذا الخطاب كيتكرر بزاف ديال المرات. كتلقى مثلا لامين يامال عندما أراد أن يختار بين المغرب وإسبانيا، كتلقى بزاف ديال الجماهير المغربية كتخرج كتقول لا، خصو يختار بلادو، خصو يختار الأصل ديالو. واللي اختار مثلا إسبانيا، المغاربة بقى فيهم الحال. وهذا موضوع صراحة مهم بزاف. واش اللاعب يختار الأصل ديالو والانتماء ديالو والعروق ديالو، ولا يختار البلد الأوروبي الذي أنقذه من الفقر؟ واحد النهار كتلقى الوالد ديال هذاك اللاعب، سواء كان مبابي ولا يامال ولا أيا كان، كتلقى باه ولا جدو ركب قوارب الموت وذهب إلى إسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا. من أجل ماذا؟ من أجل العمل. لأن البلد الإفريقي سواء كان مغرب، جزائر، سنغال، ما فيش الخدمة، فيه الفقر، ما فيش صحة، ما فيش تعليم. نهار هذاك اللاعب كيكبر وكيتكون في هذيك البلد اللي مشى ليها باه مهاجر، او بلغة اخرى هربا من واقع مؤلم، كنلوموه كنقولوا ليه علاش اختاريتي هذيك البلاد. ربما يريد ان يرد لها الجميل لانها انقذته. هذا ما في الامر. يعني ما يبقاش فيك الحال انت الا واحد اختار البلاد فين كبر، والبلاد اللي قراته، والبلاد اللي عطاته الصحة والتعليم وأنقذته من الفقر. إلا سولناك أنت مثلا هاجرت عن طريق البلقان، ودزتي من هذوك الغابات، ودزتي من هذيك المغامرة، وتكرفستي، وربما اقتربت من الموت، وعاودت نجيتي وحييتي من جديد، وصلتي لواحد البلد وعطاك هذاك البلد كل شيء، عطاك الصحة، عطاك التعليم، عطاك، وبغيتي مثلا نجحتي مثلا في شي مجال، في الملاكمة، في الجري، في كرة القدم، بغاتك هذيك البلد تمثلها. واش غادي ياخدك الحنين للبلد الاصل ديالك اللي هو مثلا المغرب، الجزائر، ليبيا، واخا تكرفستي فيه وعشتي فيه الفقر للاسف بسبب المسؤولين ديال هذه الدول؟ هاد المسؤولين يعني للاسف الشديد جعلوا من هذه الدول دول فقيرة ودول مهمشة. ولا غادي تختار هذاك البلد اللي يعني عطاك كل شيء؟ يعني ما كيقولوش ليك مثلا هذاك البلد بدل الدين ديالك، ولا حارب مثلا المسلمين مثلا، ولا شي حاجه. هادشي راه مفروغ منها. الا طلبوا منك داكشي هذاك يعني بلادك اولى. حنا كنهضروا غير على هاد الامور ديال الدنيا، الكره، الجرا، المهم الرياضه بصفه عامه او مجالات اخرى. واش تختار بلادك ولا تختار البلد الذي انقذك؟ وانا ارى صراحه انه قبل ما نبقاو نلوموا هذوك الوليدات مثلا اللي اختاروا مثلا منتخبات اوروبيه، اسبانيا، فرنسا، او ايا كان، وفضلوهم على المنتخبات ديال بلدانهم، فضلوهم على المغرب وعلى الجزائر والسنغال وغيرها. وقبل ما نلوموا هذوك الاباء اللي واحد النهار ربما مشاو في قوارب الموت باش يوصلوا هذيك البلاد، باش يضمنوا عيش كريم ليهم ولوليداتهم اللي فعلا ضمنوا لهم عيش كريم، ولا ولادهم لاعبين، ولاو بزاف ديال الحاجات. يعني قبل ما نلوموا هاد الوليدات ونلوموا هاد الاباء، خصنا نلوموا المسؤولين ديال هاد البلاد، لانهم هم السبب الاول. لو المسؤول وفر بيئة جيدة، لو وفر تعليم جيد وصحة ودخل فردي جيد، ما غاديش يحتاج هذاك الاب او الجد او الابن نيت انه يغامر بحياته بطريقة أو أخرى ويوصل لإسبانيا أو يوصل لفرنسا أو يوصل للبرتغال أو بلجيكا باش يكون حياته وباش يبين القدرات ديالو في كرة القدم أو في غيرها. ويشوفوا هذوك الناس اللي كيهتموا بالإنسان، ويشوفوا الميزة اللي عنده ويستغلوها.
يعني من حقهم هاد اللعابة يختاروا اللي بغاو، يعني يختاروا الاتجاه الثاني، اتجاه رد الجميل للبلد اللي انقذهم. والصراحة وكل هو الرأي ديالو. اعطونا الرأي ديالكم في التعليق وقولوا لنا نتوما مع اي فكرة ومع اي اتجاه. واش اللاعب يرجع للاصل ديالو والاصل ديال الجدود ديالو، ولا يختار البلد الذي انقذه من الفقر؟